السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. العيد بعد يومين ثلاثة يا حبايبي. اخباركم ايه؟ هتاكلوا لحمة ولا مش هتاكلوا؟ ربنا يكون في عوننا جميعا يا رب. بص يا حبايبي، انا هعمل بسيسة. اللهم صل على سيدنا محمد. نص كيلو دقيق. بسيسة اهو، اللي هو يبقى دقيق ذرة، تحس انه اصفر شوية. وثلاث بيضات، وكوباية سكر، و... ونص زيت اهي، وكوبايه عصير برتقان، وكوبايه دقيق. لازم تحطي الدقيق ابيض مع دقيق الذره عشان تتماسك. دقيق الابيض مع الدقيق الذره. هنعمل ايه دلوقتي؟ قدامنا اهي البوله اهي، هنحط كل البودر مع بعضه وكل السوائل مع بعضها. الاول انا عندي اهو نص كيلو، هنحط عليه كمان كوبايه دقيق عاديه اهي، دي الابيض عاديه اهي. هنحطهم على بعض كده اهو، وهنحط البيكنج باودر اهو، شيف كيك اهو، ومعانا 3 بيضات دوت من السوائل، هو وعصير البرتقان وهو والزيت والسكر. خلاص هنحط دول مع بعض ودول مع بعض. ممكن نعملهم في الخلاط، وهنخلي ده لوحده وده لوحده. وحطينا اللهم صل على النبي بيكنج باودر، وحطينا حبه ملح، وهنقلب اهو. ده كل الدقيق والحاجات الجامده لوحدها، وبعدين الحاجات السايله لوحدها، ونحط ده على ده وخلاص. بقت اسهل حاجه عندنا البسبوسه والكيكه والبسيسه. الحمد لله اتعلمنا وبدأنا تطلع مننا جميله. خلاص، ما انت ما بتقلبيش في غمره، خلاص كفايه هم واحدين وخلاص. وهنعمل صينيه بسيسه ناكل بقى، بحطه في الفريزر الصبح مع كوبايه شاي بلبن، بنطلع واحدتين، بيبقى رقنا بقى حلو كويس وطعمه جميل. اللهم صل على النبي يا اولاد. ادي النص كيلو دقيق ذره، حطينا عليه رشه ملح، حطينا عليه بيكنج باودر قدامكم. ونمسك بقى الايه السوائل، هنحطها في الخلاط. هنمسك الاول البيض نحطه في قلب الخلاط. 3 بيضات، هنحط البيض في الخلاط، وبعدين نحط السكر والزيت، وهنضرب كله في الخلاط يا ولاد. مش هنعمل حاجه اهو. 3 بيضات، وبعدين نحط الزيت اهي، كوبايه الا ربع زيت اهي، وبعدين نحط السكر، وبعدين هنحط معانا كيسين بيكنج باودر، كيسين فانيليا هم، معانا طبعا ده تقشير البرتقال. ما حطيناش لبن عشان معانا عصير برتقال. اضربيهم. ايوه يا حبايبي. ادي هنحط بقى اللي عملناه. حطينا البيض، حطينا الفانيليا، حطينا عصير البرتقال، حطينا الزيت، حطينا السكر، وهنقلب بقى. بصوا قدامكم، ربنا يستر بقى لما تعوزش اهو، ما شاء الله عليها. مش هتعوز حاجه كويس. لو عايزه دقيق قولي لي، بس قلبي كويس. بقى احط هنا حبه ميه كده. عايزين حبه ميه هنا. هنقلب لغايه ما نخليها. هنظبط بقى العجينه يا ولاد. هات لي صينيه وادهنها زيت، صينيتين صغيرين كده بس يكون ليها جدار. بص يا حبيبي اهو، نظبط اهو. ما حطيناش اي حاجه قدامكم غير الزيت وعصير البرتقال والبيض والسكر والسمن او الزيت في الخلاط عشان ما نتعبش نفسنا.
ممكن نحط لها معلقه كاكاو لو عايزين، بس هنجيب صينيتين بقى عشان نعمل صينيتين كده حلوين. بصوا يا حبيبي هنعمل لسه تاني، اضربي تاني هنشوف بقى السكر عامل ايه. بصي يا رشا نحط سكر ولا ايه؟ لا حلو. هو تليفونك قفل ده عشان مفيش مساحة. مفيش مساحة. يلا هنحطها في قلب الصواني. بصوا طبعا الصواني دي ما تنفعش، بتاعه البيتزا دي ما تنفعش خالص، ده عايزه صينيه تكون مقدارها عالي، علشان دي لو احطها في فرن تكون كلها سايحه في الفرن. بتاعت البيتزا دي بتاعه البيتزا جايبينها غلط. هنقوم نجيب صينيتين ونعملها قدامكم. كده خلصنا خلاص. 3 كوبايات نص كيلو دقيق الذرة، وكوبايه الدقيق العادي عملت لنا دي، وعملت لنا دي كمان اهو. هناكل اللي ناكله، والاخر احطه في اكياس في الفريزر، اطلعه الصبح ناكله الصبح بكوبايه شاي. لازم الحاجات الجاهزه دي تبقى موجوده في البيت، واي مخبوزات بتحس ان البيت كله خير وريحه جميله، بتبقى حاجه جميله قوي انت موجوده. فانا دايما لو ما كانش عندي مخبوزات اقوم اعملها، ودايما الدقيق عندي، الزيت، البيض، عشان ما اغرمش حاجه. اللهم صل على سيدنا محمد. انا مولعه الفرن من ساعه ما عجنت، انا مولعه الفرن زمانه سخن. هروح احطهم على درجه حراره 180، ومفيش دقايق هتلاقيها جايه لكم. ممكن نسقيها بصوص الشوكولاته عشان نغير ريحه البسيسه دي، دي الذره بصوص الشوكولاته. ممكن نزوقها، نعمل فيها اي حاجه في سبيل تبقى مشهيه، ويبقى اللي قاعد عايز ياكل منها. هندخلها بقى الفرن مع بعض كده، وهنشوف اما تطلع نجيبها لكم ونوريها لكم. والمفروض الست الشاطره هي قاعده، الاكلات دي بتبقى جميله، وبتبقى بتاخدي منها كميه كبيره. يلي مش مريض واللي مريض السكر زيي، باخد قطعه كده قد كده، وهنقوم نحطها في الفرن دلوقتي، وهتحمر طبعا وشها. وانتوا شفتوا عملتها بايه؟ عملتها ببيض وبيكنج باودر وفانيليا ونص كيلو دقيق ذرة، وكوبايه دقيق ابيض عشان يتماسك مع بعضهم. ده ما انت بتشتغلي بدقيق بسبوسه او بدقيق ذرة، لازم تحطي كوبايه دقيق ابيض قمح، دقيق قمح عشان تتماسك مع بعضها. وهنقوم نحطها في الفرن ونسيبكم شويه. اللهم صل على النبي. طلعت اهي من الفرن، ادي الاتنين اهم طلعوا من الفرن، وشوفوا شكلها جميل ازاي يا ولاد. شوف طلعت من الفرن كمان، كان العجينه خدت دي وخدت دي، كانت كتير. هنسلكهم وهنقلبهم، تشوفونا واحنا بنقلبهم. يلا يا بابا اقلب دي كده. شكلها وريحتها مش هقولك، رهيبه رهيبه رهيبه. ما شاء الله ما شاء الله. اهي اتعورت من تحت عشان مكنتش حاطين زيت كتير، مش حاطه زيت كتير. هنقلب دي برضو. عشان مش حاطه زيت. اهي قلبناها اهي. ودي برضو ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا الكيكايه جميله ازاي. هنقطعها بقى وكل واحد ما شاء الله. هنقطعها وكل كيكه يا ربي وانتم معانا كده بخير ان شاء الله. يلا كلكم السلام عليكم. ده بسيسه، هي اصلا متزينه لوحدها.